الكوسة وطعمتها وسهولتها في التسوية. هو الكوسة والبصل والفلفل كل ده خضار، بينزل المية اللي فيه، ما بياخدش اي تسوية على البوتاجاز. ممكن تعمليها بالطريقة دي اللي انا عملتها بيها، ممكن تقطعها مكعبات وتعمليها في دمعة زي البطاطس. ممكن تعمليها بأي طريقة انت عايزاها، كل واحدة ولها طريقتها في التسوية. الكوسة مقشراها ومقطعاها دواير، ما تخليش الدواير بتاعتها تبقى سميكة علشان خاطر ما تغيبش في التسوية. معايا مادة دهنية على البوتاجاز وحطيت الكوسة تستوي فيه. ممكن احط البصل الاول قبل الكوسة ياخد تشويحة، وبعد كده اضيف الكوسة. سواء دي او دي، الاتنين بياخدوا من طعم بعض وبتغيبش في التسوية، بينزلوا ميتهم. الفلفل نفس الشيء، بينزل المية اللي فيه لان كل ده خضار. وشوية فلفل اسود وشوية ملح وفصين توم لو انت بتحبي عليها التوم، بيخلي ريحتها حلوة. عندك الطماطم هتزوديها بيها، او صلصة معمولة، وشوية شوربة لو في شوية شوربة تزوديها بيها بيبقى طعمها حلو. هي هتغلي بس في الطماطم هتستوي، وتسيبيها مسقسقة كده. عايزة تنشفيها خالص نشفيها، تاكلي بيها عيش، او هتسيبيها مسقسقة كده تاكلي بيها رز. سواء كده ولا كده هي لذيذة وخفيفة في الاكل ومفيدة للجسم. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو